بسم الله الرحمن الرحيم. سلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا لاباس. اليوم باذن الله جبت لكم حلوى جافه لقهوه العصر، رائعه جدا جدا. وهذه الحلوى بدون بيض، والبنه نتاعها رائعه. عندي هنايا 125 غرام تاع الزبده تكون طريه، حندير عليهم 2 معالق تاع السكر ماشي معمرين مليح، نغربلهم هكا سكر كلاص. عندي نص كاس نتاع العسل، هذا العسل مصنوع منزلي، الصنع تاعو منزلي ما يتسكر، ما ولي يبقى هكا وريحته رائعة جدا جدا. شوفوا هنايا عندي 125 غرام تاع لا مارغرين تكون طرية، وعندي 2 معالق تاع السكر كلاص، وعندي نص كاس تاع العسل، و ربع كاس نتاع الزيت. وهنا عندي لافاني، ودرت شوية تاع الملح، ومغرف نتاع 2 مغارف نتاع الكاكاو، ومغرف نتاع الشوكولا اللي يديروها في الحليب. هنا الكاكاو نتاعي ماشي بني فونسي، زدتلو مغرف صغيره نتاع الكاكاو الغامق. راح ندير 3 مغارف مايزينا، راح نخلطهم بالباتور حتى تولي لي هكا كريميه. اذا عندي 125 غرام تاع لا مارغرين، 2 مغارف نتاع السكر كلاص، 2 مغارف كاكاو، مغرف كاكاو نتاع الحليب، ودرت شويه تاع لافاني، وزوج 3 مغارف نتاع النشا، وساشي نتاع الخماره ولا فارين. راح نجمعهم هكذا. ما ننساوش نصف كاس تاع العسل وربع كاس نتاع الزيت، ونخلط هكا الخليط مليح بالفرينة حتى وين تتجانس العجينة، يعني نجمع نجمع السوائل كامل بالفرينة. شوفوا العجينة ما لازمش تكون يابسة، لازم نطروها شوية ونزيدو نخلوها هكا، من بعد تشرب وحدها. شوفوا هنايا كي نديرو هكا ما تتشققش العجينة وهي طرية، نخلوها خلاص. انا نشعل الفرن 120 درجة، ونوجد السنيوة نتاعي، ونبدا نحل في العجينة. كما قلت لكم العجينة ما تيبسوهاش مليح وما تطروهاش يعني تتلاصق، لازم تكون بين وبين هكا كيما العجينة تاع لي صابلي، وما لازمش نديروها رقيقة. شوفوا هنايا عندي الاس هذا، شوفوا كيفاش نشكلوها، مرة نديروها من الامام ومرة من الخلف، باش كي تجي تلصقيها تلقاي سوا سوا. مرة نديرها هكا ومن بعد نقلب المول نتاعي ونزيد نديرها هكذا ونقلبو حتى وين نكمل كامل العجينة نتاعي، ومن بعد نتلاقاو بعد ما يطيبوا لي. والطياب نتاعهم ما لازمش تغفلوا عليهم، باسكو عندهم الكاكاو، كي تشموا هذيك الريحه نتاع الكاكاو خلاص يحبسوا، وما تمسوهاش حتى وين تبرد، ماشي كيما لي صابلي العاديين. شوفوا هنايا بعد ما كملت يعني العجينه نتاعي راح نطيبهم. هنا قبل هما راهم يطيبوا، كملت كامل العجينه هما راهم يطيبوا. هنا درت كاس نتاع الكاكاو راني نحمص فيه هكا على نار متوسطه، وما نغفلش عليه، نحمصو هكا حتى وين تبدا تولي بني. راح ندير عليه مغرف نتاع السكر، السكر يكون احرش، سكر عادي هكا، ونحمصو هكا الكاكاو مع هذاك المغرف نتاع السكر، وعلى نار هادئه، وجست يحمر لي برك هذاك الكاكاو خلاص نحو، ما تخلوش حتى وين يولي غامق. هنا زدت 2 مغارف نتاع السكر كلاص، وزدت مغرف نتاع الكاكاو، ومغرف نتاع الحليب، مغرف نتاع الكاكاو اللي يديروه في الحليب يعني. وعلاش راني نزيد في هذا؟ باسكو في هذا الكاكاو عنده بنه رائعه، الكاكاو نتاعنا مخصوص شويه في البنه، سي بور سا راني نزيد. كل ما ندير حلويات ندير مغرف من الكاكاو اللي يديروه في الحليب باش يعطيلي البنه. هنا درت شويه تاع لافاني، قرصه تاع الملح، ومن بعد رايحه نضغط عليها هكا بالاصابع نتاع اليد باش هذاك السكر يذوب والكاكاو تدخل في لانوات كوكو. كما نعرفوا لانوات كوكو عندها شويه تاع الزيت، هذاك الزيت هو اللي يخلينا الخليط نتاعنا يمدو هكا مارو. اذا هكذا دركا راح نلصق الحلوى نتاعنا. شوفوا كيفاش لازم طيب لنا، ما لازمش تخلوها تحمر بزاف، لازم جوست تشموا هذيك الرائحه تطفوا عليها. هنا عندي المغرف نتاع لا كونفيتور، ونديرو 2 مغارف نتاع الكراميل.
والكراميل مصنوع في البيت أحسن من تاع البيع، تخلوه مدة طويلة داخل الثلاجة ما يصرى به والو. إذا نلصق هكذا كامل الحلوى نتاعنا ومن بعد نخلوها حتى وين تشرب كامل هذيك لا كونفيتور، عاد نزينوها من الفوق. هنا شوفوا أنا لضيق الوقت كملت برك لصقتهم، من بعد رايحة نرمدهم في هذاك الخليط برسكو كما قلنا لكم لضيق الوقت حبيت نحط الوصفة نتاعي وتشوفوها. على بالكم من بعد كي تبقى يوم يومين واحد الكو أروع مما يكون، يعني كليت كامل الحلويات نمسح الحلوى هذه لقيت لها اللقو نتاعها وحدها. شوفوا هنايا هكا ونديروها في ليكيسات نخلوها كيما قلت لكم الى نتوما راح ديروها للضياف وعلى بالكم الضياف نتاعكم راح ما يجوا ولا عندكم مناسبه ديروها يومين قبل ما يعني ما تستهلكوها راح تمد لكم النتيجه رائعه رائعه جدا. هذيك العسل هي اللي تمد لها اللوغو وتمد لها القرمشه. شوفوا هنايا بعد ما كملتهم ديرتهم في ليكيسات ونقرب لكم تشوفوهم ولا أروع ولا أروع ولا أروع. أنا في كل مناسبات وفي كل أعياد الحلوة هذه ما تخطينيش على الميدة نحبوها كامل كامل. إذا راح نقسم لكم الحبة نوري لكم هكا بعد نقسم لكم الحبة وتشوفوها هنا يعني مازال ما قعدتش يعني تشرب هذيك لا كونفيتور. راح نوري لكم برك تمتم اللي درتها وكملتها تمتم ووريتها لكم. إذا راح نقسم لكم الحبة وتشوفوها لداخل كيفاش دايرة. وهنا تقدروا تلصقوهم بزبدة بزبدة يعني زبدة كريمة الزبدة راحت لي كريمة الزبدة ثاني تخرج رائعة. إذا ما بقى لي غنقول لكم دمتم في رعاية الرحمن والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مع الوصفات أخرى إن شاء الله.